السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كما تشوفوا اليوم عندنا وصفة رائعة، تجيه هشيشة والمذاق يعني مختلف ورائع. تبعونا فقط، هي حلوة 2 حلوة سهلة بسيطة، مكوناتها بسيطة والشكل راقي. نبدأ بسم الله بالمقادير. عندنا 2 صفار بيض، 2 ملاعق كبيرة بومبي بالزبدة أو المارغرين، 2 ملاعق زيت، 2 ملاعق عسل، 2 ملاعق فلان شوكولا. اللي يحب يدير كاكاو يدير كاكاو، اللي يحب يخليها فاني ممكن يدير 2 ملاعق فلان فانيلا. أنا استعملت عطر الكراميل، ممكن عطر الفاني. إذا استعملت 2 ملاعق صغار من كريمة الكراميل، أي كريمة عندكم تاع كراميل، وممكن الاستغناء عنها، يعني ليست ضرورية. ممكن شوكولاتة طالي، اللي يستعمل كاكاو يستعمل شوكولاتة طالي باش تكون نسبة السكر يعني متناسبة. أنا دايما نميل نقص نسبة السكر قليلا، لأن من بعد راح نزيد نغلفها بالمربى. إذا أضفنا 2 ملاعق صغار حليب بودرة، حليب لحظة. نخلطهم مليح بالخلاط، والخلاط ماشي لازم، ممكن غير باليد، لكن نخلط حتى تمتزج المكونات مليح. وصفة سهلة جدا، يعني كنا في شهر رمضان، هذه كنت وجدتها فقط أثناء يعني تحضير الفطور. 2 ملاعق كبيرة أو ملاعق أكل فول سوداني مطحون، أو أي مكسرات عندكم، أو جوز مطحون، يعني على حسب واش كاين عندكم. رشة ملح، ونصف ملعقة صغيرة كربونات بيكربونات الصودا، ونصف ملعقة صغيرة خميرة كيميائية. ونبدا نجمع بالفارينة حتى تكون عجينة طرية، تكون طرية شوية، يعني هي ما تلصقش في اليد لأنه فيها الزيت، لكن تجي طرية، يعني إصبعكم يدخل بكل سهولة وتشوفوا القوام يعني. ونعمل كريات بوزن 25 إلى 30 غرام على حسب الرغبة تاعكم. نوضعها في أي مول سيليكون عندنا، أو نعملها كريات، يعني اللي ما عندهاش مول تعملها كريات، وتوضعها في الفرن على درجة حرارة 170 درجة حتى تاخذ لكم اللون الذهبي. ثم انتقلت لتحضير الكريمة. وضعت 2 ملاعق سكر ناعم، كنا غربلناه، نغربل كلش يعني على جيه كيما قبل العيد نخدموا الحلوى، نغربل الفارينة، نغربل السكر ناعم، يعني يكون كلش واجد باش من بعد تخدموا بكل سهولة. إذا بالنسبة للكريمة وضعت 2 ملاعق سكر ناعم نعم، و2 زبدة أو مارغرين طرية، تكون بومبي، الملاعق مملوءة مليح، مع 2 ملاعق زيت. نخلطهم بالخلاط حتى الكريمة نوضعوا لها قرصة ملح باش تعدلنا الذوق، ونكملوا الإضافات. إذا أضفت 2 ملاعق قفريط، ممكن مكسرات إذا عندكم، و2 ملاعق بودرة الشونتي. نكمل نخلطها حتى تشوفوا تطلع لنا بهذا الشكل. بالنسبة للحلوى كما تشوفوا أخذتنا هذا اللون الذهبي، تنشف فقط، ونخرجوها ونكملوا المرحلة الأخيرة تاع التزيين. أنا خذيت مربى المشمش وخففته بماء الزهر، نخففوه شوية، ثم نرمدها في القفريط مرحي. أنا خذيت علبة فقط، يعني كفاتني كامل الحلوى. نغلفها بالقفريط، ونوضع الكريمة لا بوش ا دو
إذا بالنسبة للتزيين استعملت الشوكولاتة بيضاء ذوّبتها على حمام مائي، استعملت هاذوك تاع ترونسفير بعد ما استعملتها يعني راح لها الدوغي، ذوّبت الشوكولاتة بيضاء ووضعتها في هاذوك الدوائر، وهي سخونة نوضع معاها مكسرات على حساب واش عندك، على حساب واش تفضّلي التزيين، ونوضعها في المجمد، بعد ما تجمد ننزعها ونوضعها مباشرةً نكملو التزيين تاعنا. وكيما تشوفوا النتيجة خرجت ما شاء الله والذوق رائع، تجيه هشيشة وبنينة يعني والشكل راقي كيما تشوفوا، تقدميها يعني تحمر لك وجهك مع ضيوفك. نتمنى تعجبكم وديروا لنا جيم واشتراك. إلى اللقاء في فرصة أخرى.